خطير يا جماعة، بجد والله خطير. وفي البيت انبهروا من طعمه ومن جماله. زهقتي من الفطار وعايزة تعملي عشوة خفيفة كده وتدلعي بيها نفسك والولاد، مفيش الا الطريقة ديت اللي هتنفع معاكي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويا رب يا رب يا رب اللي تعمل لايك وتعمل كده كومنت حلو للفيديو، يا رب تكون زايرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام في اقرب وقت. اول حاجة معايا، انا جبت معايا كوباية من الجبنة الكريمي، اي نوع جبنة انت بتحبيه، وعليه ربع كوباية من الحليب، واقلب كل ده كده ببعضه لحد ما القوام كله يتجانس مع بعضه. هجيب بقى معايا كيس من بتاع المطبخ او القمع بتاعنا الاستعمال الواحد، وافضي معايا خليط الجبنة فيه واركنه بقى على جنب. هجيب طبق تاني واحضر فيه فصين من التوم المهروسين، وعليهم نص كوباية من الزبدة، وعليهم كمان حبة من البقدونس المتقطع صغير، ورشة من الملح. ولو انت مش بتحبي التوم ممكن تستغني عن التوم تماما وتحطي الزبدة والبقدونس ورشة الملح. وبعد كده بقى اجيب العيش الكايزر بتاعي واقطعه معايا. انا جيت قطعته بالسكينة لقيته كده عمل معايا يعني منفعش معايا قوي، فقمت بقى اسكت لا، جبت المقص بقى ولقيت المقص اسهل بكتير. وجبت الصينيه بتاعتي ورشتها رشه خفيفه جدا من الزيت، وجبت بقى معايا الكايزر بتاعي وحطيته كده في قلبه الجبنه بتاعتي اللي انا كنت عاملاها. شايفين الشكل والجمال. وبعد كده خلصت الكميه كلها، وبعد كده حطيت بقى الخليط بتاع الزبده والثوم بتاعي والبقدونس فوق كده، دهنته بالفرشه بتاعي. وبعد كده حبه من الجبنه الموتزاريلا، لازم بقى ادلعه بالجبنه الموتزاريلا، كتري بقى كتري زي ما انت عايزه. حطيت بقى حبه من الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده بالفرشه دهنته تاني بخليط الزبده بالثوم بالبقدونس، واديته كده رشه حلوه كده من بالفرشه، ودخلته الفرن بتاعي. طلع خطير يا بنات، شايفين الجمال والحلاوه، مهرمش من بره وطري مع الجبنه. شايفين شكل الجبنه من جوه، يا نهار ابيض على الجمال، خطير. جربوه هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.